ازيكم يا حلوين؟ جيت لكم النهارده بوصفه جميله وبسيطه وحلوه قوي، طعمها جميل. البطل الاساسي فيها هو الرز. معانا كوبايتين رز مغسولين من بالليل ومنقوعين في ميه من امبارح لتاني يوم الصبح. ومعانا كمان بصلايه وكام فص توم. وهنا الشبت انا بجيبه من الارض عندنا وبغسله كويس وبنطره من الميه واقطعه واعينه في اكياس كده في الفريزر. وقت ما احتاج منه بقى لمحشي لكفته لحاجات من دي باخد منه كده واخلطه كده بالبصل والثوم، اخد كميه محترمه يعني. وبعد كده افرمه بقى مع الرز. اكيد عرفتوا الوصفه دلوقتي طالما في بصل وثوم وشبت وكزبره وحاجات من دي ورز، يبقى انتوا كده عرفتوا ان احنا هنعمل ايه. هنعمل كباب الكداب او كفته رز. يلا بينا بقى نعملها. هنعمل ايه اول حاجه؟ احنا قلنا ان احنا خلاص نقعنا الرز من امبارح عشان يبقى طري وحلو ويتفرم معانا في الكبه بسهوله. على فكره ممكن كمان يتعمل في الخلاط للناس اللي ما عندهاش كبه، يعني مش مشكله كبه. طيب هنحط بقى شويه رز مع بصلتين وفص توم وشويه خضره من دي. احنا هنكتر الخضره اكتر من كده يعني عشان انا بس ماسكه الفون فمش عارفه افضلكم كميه الخضره اللي هحتاجها. حطوا براحتكم يعني لعند ما تلاقوا الرز معاكم بقى مفروم وحلو تعرفوا تمسكوه بايديكم وتصبعوه. كده طلعت لكم كميه الخضره اللي انا هحتاجها اهي. بنخلطها في البصل والثوم مع الرز كمان، بنخلطها كلها في طبق واحد وناخد منه شويه بشويه ونحطها بقى في الكبه او في الخلاط عادي مفيش اي مشكله. هنفرمها ونرجع لكم تاني. وده شكلها بعد الضرب. بصوا طبعا هي مرقه شويه لان انا ضربها في الخلاط مش في الكبه، فبضيف لها في كل ضربه كده معلقه ميه. دول ضربتهم على 3 مرات عشان طبعا الخلاط ما يجرالوش حاجه وهي تبقى سهله بسرعه يعني تتعمل بسرعه. طيب نضيف ايه بعد كده بقى؟ قليل من خلطه الكفته، ما يجيش نص معلقه اهو. وكمان ملح وبهارات، فلفل اسود وكمون. وبعد كده ننزل بايه؟ بمعلقتين كبار بقسماط. لو احتاجت تاني نبقى نضيف لها تاني، ما احتاجتش خلاص انت بتضيف البقسماط وبعد كده بقى بس يا كوكا بتضيف البقسماط وبعد كده بقى تعجنوها وتشوفوا هي القوام بتاعها عامل ايه. نرجع نضيف بقسماط تاني لاني حاساها مرقه شويه برضو ونقلب. كده بقى القوام زي الفل اهو. شايفين حاسينها ان هي بقت جامده شويه. بصوا لما بنعمل عليها بتعلم ازاي حلوه قوي كده. نوريكم دلوقتي بقى هنصبعها ازاي. نجيب ازازه الزيت جنبنا واحنا بنعمل وندهن ايدينا زيت، صوابعنا زيت بشويش كده كده. وناخد جزء بسيط بقى من هنا كده على قد ما احنا محتاجين الصباع قد ايه. نعمل بقى كده بس يا كوكا نعمل كده. نحاول طبعا نظبطها بايدينا الاتنين لان انا ماسكه الفون بايدي فمش عارفه اظبطها. فهخلص كده اصبعها كلها وبعدين ارجع لكم تاني. وده شكلها يا ولاد بعد ما صبعناها. بصوا ما شاء الله ما شاء الله كوبايتين رز طلعوا لنا كميه قد ايه. يلا بقى نشوف هنعمل فيها ايه تاني. نيجي بقى على مرحله التسويه. نجيب طاسه نحط فيها زيت الى حد ما يكون عميق يعني، ولما يسخن زي كده ننزل بالصوابع اللي احنا عاملينها دي ونحمرها ونرجع لكم تاني. شايفين؟ على فكره ممكن ناكلها كده بيبقى طعمها حلو قوي 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 قوي. عايزه اقول لكم كمان الكفته دي يا جماعه بتتعمل دايما في العيد الكبير. تسالوا اي حد هتعمل ايه يا عم في العيد الكبير بقى، ده الكلام ده كان زمان، معرفش بقى دلوقتي بيعملوها ولا لا، بس كانت ماما على طول ربنا يبارك لنا فيها يا رب كانت بتعملها على طول. دي اساسي في العيد الكبير. الناس كلها تروح تفرم الرز عند المفرمه بره قبل طبعا الكبات والحاجات دي كلها ما تظهر ويعملوها بقى. ده اساسي في العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. هنكملها بقى ان شاء الله تحمير. الله مش عايزه اقول لكم ريحتها جميله قد ايه دلوقتي. نكملها تحمير ونرجع لكم تاني. بصوا هي لسه يعني يا دوبك ما تلونتش كده من الجزء اللي فوق، اقصد من تحت اتلونت حاجه بسيطه اهي. نقلبها ما نسيبهاش لعند ما كلها تتحمر. هتلاقي الجزء اللي فوق ده شقه او ما بقاش ماسك نفسه كده، لازم نقلبها كلها.
نخلي الجزء الى حد ما ملون ده نخليه فوق، والجزء الابيض ده نخليه هو اللي تحت. نكملها بقى كلها ونرجع تاني. هي كده بقى اتحمرت وبقت زي الفل. نطلعها بقى ونحط الدور التاني، ونجيب حله تانيه نحط فيها معلقه زيت كبيره من الكفته اللي احنا لسه محمرينها دي، او معلقتين يعني، حاجه بسيطه كده. وننزل بالبصل. لما البصله دبلت كده وتلون لونها الى اللون يعني اللي قبل الذهبي كده بشويه، ما بحبش اكتر البصله قوي. اللي متابعني بقى بيعرف ان انا ايه دايما بعمل صلصه. اللي عايز يشوف الصلصه يدخل على الفيديو بتاع الصلصه، كل حاجه موجوده فيه. نغطي عليها بقى ونسيبها اما تفك، بعدين نرجع لها تاني. وبعد ما فكت وغليت بقى كده ننزل بايه؟ بملح وبهارات، وبعدين ننزل بكوبايه شوربه او كوبايتين على حسب الكميه اللي انتوا هتحتاجوها يعني. اهو نسيبها بقى تغلي وبعدين نشوف هنعمل ايه. كده بدأت تغلي كتير اهو. ننزل بقى بايه؟ بالوحش ده. نديها بس تقليبه كده اهو، ونسيبها بقى على نار عاليه، وبعد كده نهدي عليها. وبكده يكون الكباب بتاعنا اتعمل او الكفته اتعملت. بصوا نجرب معاكم نشوف هو استوى ولا لا. بصوا بكل سهوله، بصوا بكل اريحيه اهو. نكمل غرف بقى. الله ريحته تحفه. ادي الكفته الكدابه، جربوها مش هتندموا، هتحبوها قوي. وبالهنا والشفا ليكم كلكم. شكرا لكل الناس اللي بتعلق لي وبتعمل لي لايكات من غير ما اطلب منها، ربنا يجازيكم خير يا رب. شكرا شكرا شكرا. مع الف سلامه ليكم يا حلوين. باي باي.